الجمعية المهنية العالمية لاعتمادات الأمن السيبراني المعروفة اختصارا ب ISACA أو Information System Audit and Control Association نشرت على موقعها خبر بيقول إن مع تقدم تكنولوجيا كوانتم كومبيوتنج أو بالعربي الحوسبة الكمية في خطورة كبيرة جدا على الأمن السيبراني أو السايبر سيكيورتي، ومؤسسات كتير جدا ما عندهاش استعداد كافي للتغلب على تبعات تكنولوجيا زي دي. والخبر ده عشان نفهمه صح ونكون في الصورة فلازم نعرف شوية حاجات كده، أولهم إيه هي الكوانتم كومبيوتنج أو الحوسبة الكمية أصلا، وإيه هي استخدامات التكنولوجيا دي، وليه أصلا طوروها، وأخيرا نعرف ليه التكنولوجيا دي بتهدد الأمن السيبراني وليه ناس كتير مش مستعدة لسه لمواجهة مخاطرها. فأنا ده حسن لأول مرة تشوفني، ودي سلسلة بحاول أجمع فيها آخر أخبار التكنولوجيا والتطورات الصناعية والتكنولوجيا حوالينا، فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا، خلونا نبدأ بإيه هي الكوانتم كومبيوتنج أو الحوسبة الكمية. التكنولوجيا حوالينا اتطورت تطور مهول، بقى عندنا نوعين من الكمبيوترز، كمبيوترز عادية وكوانتم كمبيوترز. والكوانتم كمبيوترز أو الحواسيب الكمية دي بقى هي اللي بتستخدم الكوانتم كومبيوتنج أو الحوسبة الكمية. فخلينا عشان نفهم كويس الكوانتم كومبيوتنج لازم أقول لك إيه الفرق بين الكمبيوترز العادية والكوانتم كمبيوترز. وخلينا نبدأ بالكمبيوترز العادية. الكمبيوترز العادية بتعتمد في حساباتها أو عملياتها على النظام الباينري اللي هما الأصفار والوحايد أو البت، اللي يا إما تبقى بصفر يا إما تبقى بواحد، وجميع المعلومات بتتخزن على شكل البيتس دي. ولو قررنا نعمل عملية حسابية بسيطة عليه، زي مثلا إننا عندنا لستة أرقام عشوائية عبارة عن 0 3 7 9 5، وأنت طلبت منه إنه يشوف لك رقم 5 موجود في الليستة دي ولا لأ، فهو حرفيا هيروح في الليستة دي بالترتيب ويقارن واحدة واحدة. هيبدأ بمقارنة الصفر بالخمسة وبعدين التلاتة مع الخمسة لغاية ما يوصل للرقم 5، وده يدي وقت أطول لو أنا عندي عملية حسابية معقدة. طب والكوانتم كمبيوترز أكيد تعرفوا عن ميكانيكا الكم أو الكوانتم ميكانكس، وده باختصار العلم الخاص بدراسة السلوك الخاص بالذرة والطاقة زي دراسة الإلكترون والفوتون. العلماء بيستغلوا القوانين الخاصة بميكانيكا الكم في معالجة وتحليل البيانات. القوانين دي هي اللي بتخلي الكمبيوترز المعتمد عليها أسرع بكثير في حل مشاكل من الكمبيوترز العادية. طب ده بيحصل إزاي؟ في الكوانتم كمبيوتر أو الحاسوب الكمي الوحدة الخاصة بيه واللي بتعتمد عليها عملياتها وحساباتها اسمها كوانتم بت أو كيوبت. الكيوبت دي تخضع لقوانين ميكانيكا الكم، وفي منهم قانون اسمه السوبر بوزيشن او قانون التراكيب لو هنترجم يعني. وخلينا نطبق القانون ده على الفوتون عشان نفهمه. الفوتون في حاله السوبر بوزيشن او التراكب ما بيمثلش حاجه واحده زي صفر بنسبه 100% او واحد بنسبه 100%، لكن هو مزيج من الاحتمالين مع بعض. يعني ممكن يبقى زيرو بنسبه 60% وواحد بنسبه 40%. يعني باختصار هو مش زيرو دايما ومش واحد دايما، هو صفر وواحد مع بعض. بالتالي تخيل معايا كده انه طالما هو الاتنين مع بعض فهو يقدر يخزن داتا اكتر بكتير من اللي يقدر يخزنها الكمبيوترز اللي معتمده على البت، ويقدر يعالج البيانات كمان بشكل اسرع بسبب نفس الخاصيه. وتعالوا نطبق عملي على المثال اللي ذكرناه من شويه. هات نفس الليسته العشوائيه واطلب من الكوانتم كمبيوتر يدور لك على رقم 5. هو مش هيمشي بالترتيب، هو هيمشي في الخمس احتمالات مع بعض مره واحده ويطلع لك رقم 5، وده طبعا على السكيل الكبير والعمليات المعقده فهو اقوى اسرع بكتير من الكمبيوتر العادي. طب هم ليه اصلا طوروا التكنولوجيا دي وما اكتفوش بالكمبيوترز العاديه؟ باختصار ان الكمبيوترز العاديه محتاجه وقت طويل جدا عشان تحل مسائل علميه معقده. هنفترض مثلا ان منظمه دوائيه معينه عاوزه تعمل ابحاث عشان تطلع لقاح معين لمرض خبيث لا قدر الله، فالموضوع في العادي اصلا بياخد سنين طويله جدا من الابحاث والتجارب والتحليلات العلميه. ده علشان بيتم التجربه على حالات مختلفه وبعدين نطور المواد ونرجع نجربها ونقارن التجارب مع بعض وهكذا. ولكن لما بيستخدموا الكوانتم كمبيوترز فهو بيسرع من العمليه دي، لان تحليل الكوانتم كمبيوترز المواد الفعاله وتاثيرها على الحالات اسرع بكتير من تحليل الكمبيوترز العاديه، بالتالي تقليل الوقت لاستخلاص اللقاح ده. استخدامات الكوانتم كمبيوترز بدات كمان تدخل في الذكاء الصناعي. الذكاء الاصطناعي اصلا معتمد على تحليل ومعالجه البيانات علشان ابسط حاجه اكلمك زي ما بيحصل في ابلكيشنز الذكاء الصناعي زي ديب سيك. بالمناسبه التكنولوجيا دي ليها عيوب على فكره، ولكن شركات التكنولوجيا بتحاول توصل لافضل الحلول لاصلاح العيوب دي عشان نحسن من كفاءه الكوانتم كومبيوتنج. يعني مثلا الكوانتم كمبيوترز بسبب اعتمادها على نظريه الاحتمالات فهي بتدي نسب خطا عاليه، وكمان لازم تشتغل في ظروف بيئيه معينه زي درجات حراره منخفضه وعزل عالي علشان درجات الحراره العاليه والاهتزازات بتاثر على سلوك الفوتونز، فبالتالي النتائج بيحصل لها تشويش وما بتطلعش دقيقه. فبالتالي لازم نطور طرق علشان نقلل نسب الاخطاء اللي من النوع ده، وده اللي شركات كتير شغاله عليه بالفعل دلوقتي وبدات تحرز نتائج مذهله في الموضوع ده، زي شريحه ويلو اللي ابتكرتها شركه جوجل. الشريحه دي بتنجز مهمتها في 5 دقائق بس وبتقلل الاخطاء بشكل مضاعف، وده بيخليها تطلع نتائج اسرع وادق. وشريحه اوسيلوت من شركه امازون واللي بتصحح الاخطاء الناتجه عن الظروف البيئيه اللي ذكرناها من شويه. بالتالي حسب البحث اللي عملته الاي اس اي سي اي فالموضوع مش هياخد عقود ولا حاجه، وهي سنين بسيطه وهنلاقي كوانتم كمبيوترز موجوده حوالينا. وده الموضوع بقى اللي عامل قلق علشان التكنولوجيا دي بتهدد الامن السيبراني. طب ليه بتهدد الامن السيبراني؟ في حاجه في الامن السيبراني اسمها الكريبتوغرافي، وده تكنيك بتستخدمه مؤسسات زي البنوك في انها تحمي الداتا الخاصه بالعملاء بتوعها زي ارقام الحسابات مثلا. التكنيك ده عباره عن شفره محدش بيعرف فكها الا اللي عارف مصدر الشفره الرئيسي، او
خلينا نقول المفتاح بتاع الشفره دي. الكوانتم كمبيوترز بقى تقدر تفك الشفره دي بسهوله جدا. وتعالوا نشرح على مثال بسيط. لو انت الباسورد بتاعتك مكونه من 8 خانات، الخانات انت بتملاها بحروف وارقام وسبيشال ليترز زي ما اي موقع بيطلب منك. تخيل بقى ان الكوانتم كمبيوتر يقدر ينفذ عدد الاحتمالات الخاصه بالباسورد بتاعتك بسرعه فائقه في اجزاء من الثانيه زي ما شرحنا في الاول، فبالتالي الاكونت بتاعك خلاص كده. تخيل بقى انك بتفك شفره اكبر، داتا اكبر، خصوصا اننا في عالم دلوقتي معتمد على الانظمه الرقميه زي ما بيقول كبير مسؤولي الاستراتيجيه العالميه في الاي اس اي سي اي. وضيف بقى اننا بنستخدم الكلاود سيرفيسز بشكل كبير تخزين الداتا العملاقه. بالتالي المؤسسات الكبيره اللي بتعتمد على تخزين داتا كبيره عرضه للاختراق الامني، خصوصا ان بدا يبقى فيه كمان ذكاء اصطناعي كامل. حسب كبير مسؤولي الاستراتيجيه العالميه في الاي اس اي سي اي كريس ديمتريادس ان العماله الموجوده حاليا مش كافيه للتغلب على تبعات التكنولوجيا دي، وان لازم يحصل محو اميه حسب تفسيره للتكنولوجيا دي علشان نقدر نواجه التطور الناتج عن تكنولوجيا الكوانتم كومبيوتنج. في دول بالفعل بدات تستثمر في تحضير عماله كافيه للتغلب على مشكله التهديد دي، لان لازم الاول الناس تعرف وتفهم يعني ايه كوانتم كومبيوتنج وازاي يتعاملوا معاه علشان يقدروا يواجهوا التطورات التكنولوجيه الخاصه بيه. من الكلام ده تحس ان في اتجاهين كده مش ماشيين مع بعض، او تقدر تقول واحد فيهم ماشي اسرع بكتير من التاني. التكنولوجيا الخاصه بالكوانتم في تقدم سريع جدا مقارنه بفهم الناس للتكنولوجيا دي اساسا. من كتر ما التكنولوجيا دي سريعه تحس الناس مخبوطه على دماغها كده ومش فاهمه. فبس كده، ده يا سيدي كان خبر تكنولوجي بيبين حاجه من التطور اللي العالم وصل له. وقولي تحت في الكومنتات رايك ايه في الموضوع. هل فعلا مش هناخد وقت طويل ونلاقي كمبيوترز عاديه شخصيه شغاله بالكوانتم كومبيوتنج؟ ما تنساش لو عجبتك الحلقه لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وهتلاقي تحت في صندوق الوصف المصادر اللي جت منها الاخبار دي وفيديوهات لطيفه لو حابب تعرف اكتر عن كوانتم كومبيوتنج. واشوفك باذن الله في حلقات جديده. السلام عليكم.